بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة يسوع مفرح القلوب. لما تكون في ضيقة اطلب من قلبك القديس باجوش، هيستجيب ليك بسرعة رهيبة. القديس باجوش هو شفيع الضيقة. أي حد بيمر بضيقة صعبة أو تجربة مؤلمة يطلب من رب المجد بشفاعة القديس باجوش وهو هيستجيب ليه في الحال. القديس باجوش اتولد في بلدة اسمها بلاد المال في وجه بحري في مصر. والدته كانت امرأة مسيحية تقية، وكانوا من أسرة غنية جدا. كان بيحب الفقراء لدرجة انه كان بيسيبهم يعيشوا في الحقل بتاعه بكل حرية. ومش كده وبس، كان بيصرف ليهم مرتبات علشان يعيشوا منها طول السنة، وكان بيوزع إنتاج ثمار الفاكهة والمواشي عليهم. ربنا نظر لقلبه الحنين اللي مليان محبة، وأراد أن يكافئه ويدي ليه إكليل الاستشهاد. وفي يوم من الأيام الملاك ميخائيل ظهر ليه ودعاه إنه يشهد للسيد المسيح. وفي الحال القديس باجوش قام ووزع ثروته كلها على الفقراء والمحتاجين، وبعدها راح للوالي وشهد إنه مسيحي. ولما عرف الملك شرف نسبه بدأ إنه يكلمه بطريقة كويسة، بدأ يلطفه وقال للوالي إنه يسلمه ليه وهو كفيل إنه يجحد الإيمان. فأمر بوضعه في السجن. ولما أمه عرفت اللي حصل لابنها جت ليه بسرعة وبقت تعاتبه وتقوله كده برضو تسيبني من غير ما تعرفني إنك رايح للوالي علشان تعترف بالسيد المسيح. أنا كمان عاوزة أعترف بيه وأنال إكليل الشهادة زيك. وقعدوا طول الليل يصلوا علشان ربنا يقويهم ويسندهم. ولما جه الصبح استدعى الوالي القديس باجوش وأمه، وأعلنت أمه إيمانها بيسوع المسيح. فاغتاظ منها الوالي وأمر بقطع رأسها. أما القديس باجوش فأخذوا إريانوس علشان يعذبه. واحتمل القديس عذابات كتير جدا من أجل حبه في المسيح. ومن العذابات دي إنهم وضعوه في حجر طاحونة وعصروه. لكن الملاك ميخائيل ظهر ليه وأنقذه، وبسبب كده آمن ناس كتير بإله القديس باجوش ونالوا إكليل الشهادة. ولما شاف الوالي كده أمر بقطع رأس القديس باجوش. وركع القديس وصلى وطلب من إلهه إنه يقويه ساعة موته. فظهر ليه ملاك الرب وقال إن أي شخص يتعرض لأي ضيقة وما يقدرش إنه يتحملها يصرخ لربنا ويقول يا إله القديس باجوش أعني وإنقذني، وربنا هيستجيب ليه بسرعة. واستشهد القديس يوم 26 طوبة في مدينة طمة. بركة صلواته وشفاعته تكون معانا كلنا، آمين. ربنا يبارككم ويفرح قلوبكم. قناة يسوع مفرح القلوب.